أهلاً وسهلاً بكم في قناتكم روك ستار. النهاردة معانا حكاية جديدة ومشوقة في رمضان بعنوان الطفل الذي أنقذ المدينة. حكاية كلها شجاعة وإيمان، هتعلمنا إزاي قول الحق ممكن يغير حياة ناس كتير. يلا نبدأ القصة ونشوف إزاي طفل صغير كان عنده قلب قوي وكلمة حق قادر ينقذ مدينته. في صباح هادئ جلست الجدة فاطمة على كرسيها الخشبي المعتاد تحت شجرة الزيتون، تنسج بإبرة صغيرة وتبتسم لحفيدتها نور التي جلست بجانبها تنظر إليها بحب. قالت نور: جدتي، احكي لي حكاية عن الشجاعة. ابتسمت الجدة وقالت: حاضر يا نور، هحكي لك عن طفل صغير كان عنده شجاعة كبيرة جدا. في مدينة صغيرة كانت هناك مشكلة كبيرة. كان هناك رجل ظالم يسيطر على كل شيء، يخيف الناس ويأخذ أموالهم، ولا يجرؤ أحد على قول كلمة حق أمامه. لكن في يوم من الأيام ظهر طفل يدعى خالد، كان معروفاً بحبه للخير وصدقه. رأى خالد الظلم الذي يقع على الناس وقرر أن يفعل شيئاً. ذهب خالد إلى ساحة المدينة وصرخ بأعلى صوته: يا أهل المدينة، لا تخافوا من هذا الظالم، قولوا الحق ولا تسكتوا على الباطل. تفاجأ الناس بشجاعة خالد وبدأوا يتجمعون حوله. حاول جنود الرجل الظالم إسكات خالد، لكنه ظل يقول الحق بلا خوف. وفي النهاية انتصر أهل المدينة على الظالم، وعاد العدل والأمان بفضل شجاعة طفل صغير لم يخش قول الحق. قتله، لكن الغلام فضل يقول الحق حتى آخر لحظة. قالت الجدة فاطمة: عارفة يا نور، الحكاية دي فكرتني بقصة غلام زمان كان بيعيش في عهد ملك ظالم. الغلام ده كان بيحب الخير وبيبحث عن الحق، وكان في ساحر بيعلمه السحر، لكن الغلام اكتشف الحق من خلال راهب صالح. ولما آمن بالله بدأ يدعو الناس للإيمان. حاول الملك قتله، لكن الغلام فضل يقول الحق حتى آخر لحظة، وفضلت قصته تذكر عبر الأزمان. هتفت نور: فعلا يا جدتي، لازم دايما نقول الحق حتى لو خفنا. الرسالة: الشجاعة في قول الحق قوة عظيمة تغير العالم، والصدق يخلينا أقوياء حتى لو كنا صغار. السؤال: متى كانت آخر مرة قلت فيها الحق رغم خوفك؟ وماذا حدث بعدها؟ وبكده نكون خلصنا قصتنا النهاردة، واللي علمتنا إن الشجاعة في قول الحق ممكن تعمل فرق كبير حتى لو كنا لوحدنا. فاكرين دايماً حديث النبي: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. متنسوش لو عجبتكم القصة تعملوا لايك وتشتركوا في القناة روك ستار وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في قصة جديدة وحكاية أحلى.